السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريحات الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب مدير البنك الأهلي المصري، وبعد طبعا التصريحات اللي طلع قالها الدنيا هايجة، الدنيا بايظة، مصر مقلوبة كلها، والأهلاوية زعلانين ومخنوقين، وهيعملوا مقاطعة للبنك الأهلي ويسحبوا كل أرصدتهم وخاربين الدنيا. ما تعتبروها مداعبة، هزاراية، دي حكاية عادي يعني، كله بيعدي في الآخر. الراجل يعني ما دبحكوش، يعني ما شتمكوش، ما طلعش قال عيلة صالح وكده يعني. كلمتين كده طلعوا من الراجل بيهزر. والله لما بتيجي عندكم بتعملوا كده. طيب، فاكرين من كام شهر اعلان اتصالات لما كانوا مطلعيننا احنا مجانين؟ فاكرين الاهلاويه كانوا بيقولوا ايه؟ فاكرين طبعا. وانتوا يا اهلاويه كنتوا بتقولوا ايه؟ وفي قناه الاهلي الاخ احمد شخير كان بيقول ايه؟ لما بتبقى عندكم بتعملوا مصيبه، لما الكلام بيبقى رايح ليكوا بتعملوا مصيبه، مع انه كلام عادي يعني، عادي، الكلام معلوش جمرك. انما لما يبقى على هواكوا بتقعدوا تهزروا وبتضحكوا وبتقلشوا علينا وبتعملوا كل حاجه. ما هي البلد بلدكوا بقى، دي هي المفروض انتوا متعودين كجمهور اهلي ان البلد دي بلدكوا، تعملوا اللي انتوا عايزينه، واي حاجه تزعلكوا او كلام يبقى ضدكوا بتقلبوا الدنيا. عدوها زي ما احنا عديناها، زي ما احنا عديناها بعد اعلان اتصالات، عدوها انتوا كمان. وبلاش اللوكلوك الكتير اللي على الفاضي ده، خلوا الدنيا تمشي. سلام.